يا رجاله عاملين ايه؟ لا مصطفى، الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، انا قلقان. الحمد لله على السلامة يا شيبة. الله احساسك ايه بقى يسلمك يا وانت بيتش. بتتفرج من هنا من القاهرة؟ اه، وسط أرض اهلي الوطن. واصحابي نحس ببعض عشان لو خسرنا لا قدر الله نبقى مع بعض، لو الواحد كسبنا مش نحتفل. الواحد مش جايله نوم، الواحد ما نامش على ماتش النهارده ده. اه. طمنوني، طيب احنا ايه هنعمل ايه يا جماعه؟ تشكيل ايه يا ديوان؟ قول لي بقى توقعاتك للتشكيل. متوقع طبعا انه حسام حسن يلم الدنيا خالص ويقفل الدنيا تماما. متوقع ان هو لو هيغير الشكل هيلعب بثلاثة ورا، وهيلعب باثنين على الاطراف، ثلاثة في نص الملعب، وممكن صلاح وحد جراي تحتيه، يا مم. زيكو يا مرموش. متوقع ان هو يبقى مقفل طبعا، يلعب ممكن بقى بحمدي فتحي ليبرو زي ما كان بيعملها في بطولة افريقيا. مم. متوقع الشكل ده. بس هو لو عمل كده احنا هنخسر يا ديوان، لان هم مش هيضغطونا شرط. جامد بقى. هم هيضغطوك جامد في جميع الاحوال. ماشي، بس في تشكيل اتسرب من شويه اللي هو بتاع عبد الباسط اللي بيقعد يسربه ده وبيطلع ده دايما التشكيل اللي صح. هيبدأ ده عبد الباسط، يبقى التشكيل اللي هيبدأ على طول. اه. مقعد رامي ربيعه وبيلعب بيه ياسر وجنبيه حمدي فتحي، وقدام نص الملعب زي ما هو مهند ومروان وامام، مروان. وقدام مقعد مرموش وبيلعب بهيثم حسن مكانه وزيكو بقى وصلاح. فرايكم ايه لو ده التشكيل اللي بدأ؟ ما هو لو هيلعب بالشكل ده هيلعب ب 4 2 3 1، برضه فيها سنس دفاعي، بس ليه حمدي فتحي ورا؟ يعني اه ليه مش رامي ربيعة؟ ده علامة استفهام كبيرة. ودي هيثم برضه انت مكان مرموش، هيثم، رايكم ايه؟ هيثم ورقة رابحة حلوة جدا تبقى معاك قاعد بره، وعندك زيكو ومرموش بيجروا كتير، يجروا ويخبطوا، وبعدين تبقى تنزل هيثم حسن يفتح لك الماتش، يلعب بثلاثة ورا، يعني خمسة بمعنى أصح يعني. طب هنمسك ميسي ازاي يا جماعه؟ حد يقول لي تمسك ازاي؟ الراجل بيبطل كوره وهداف كاس العالم، فمش فاهم. بص، انا في الجزء ده يعني انا ميسي الصراحه كان يعني بنشوف فيديوهاته انتر ميامي قبل البطوله وازاي بيلعب على الواقف. اول ماتش في البطوله جاب الثلاث اجوان من الجزائر، بس ما تيجي تبص حتى على الهيت ماب بتاعته وطريقه لعبه ما بيجريش قوي. لكن ماتش كاب فيردي لا، هو جز، هو مم. بيجري ولعب ال 120 دقيقه وسبرنتات لاخر وقت. والجون اللي جابه والجون اللي عمله في الاخر، لا هو واصل لمرحله خلاص، احنا دلوقتي مرحله الجد ودايس جامد. مم. فانا شايف يعني انسب حاجه بلاش نعمل غلطه كبيره ان يبقى يكلف حد هو اللي تمسك ميسي. دايما هو اللي قرب له هو اللي يروح عليه، ويبقى ما بين بقى ان احنا نلعب باتنين ستتين زي مهند ومروان، يبقى بقى سواء تحتيه رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم ايا كان بقى. المهم ان هو لازم يبقى يعني الاقرب هو اللي يروح. ده انا شايف حاجه مهمه قوي يعني.